مؤتمر ابل لسه خلصان من دقايق، وفي المؤتمر ده ابل اعلنت عن 4 حاجات جديده هقول لكم عليهم في الفيديو ده بالتفصيل، فبدون اي تاخير خلينا نبدا. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد في سبتمبر 2023 لتغطيه مؤتمر ابل. المؤتمر اللي ابل اعلنت فيه عن 4 حاجات جديده، خلينا اقول لكم عليهم بالتفصيل. واول حاجه ابل اتكلمت عليها في المؤتمر هي الابل ووتش السيريس 9 الجديده، والسيريس 9 حصل عليها تحديثات مش كبيره، خلينا اقول لك عليهم بالتفصيل. اول تحديث هو ان الابل ووتش سيريس 9 بقت جايه بالاس 9 الشيب الجديده بتاعت ابل، والشيب دي فيها ميزه مهمه جدا، وهي انها بتقدر تعالج الاوامر بتاعه سيري من غير ما تلجا لاستخدام الانترنت. يعني ببساطه لو انت رايح تجري شويه وعاوز تبدا ورك اوت على الساعه، فالساعه مش محتاجه كونكشن انترنت عشان تبدا الورك اوت. لو انت بتطلب منها تبدا ده من خلال سيري، لا، الموضوع دلوقتي بقى بيتم لوكال على الساعه نفسها، فالاستجابه بتاعت سيري هتبقى افضل بكتير واسرع بكتير. كمان ميزه النيم دروب اللي كانت اتقدمت على اجهزه الايفون قبل كده دلوقتي بقت متاحه مع ساعات ابل الجديده مع الواتش او اس 10. وكمان الشاشه اللي موجوده في الساعه هنا حصل عليها تحديث بسيط، وهو ان السطوع الاقصى بتاعها بقى يوصل لحد 2000 نت، والسطوع الادنى بتاعها بقى يوصل لحد 1 نت بس. ولكن الميزه الحقيقيه اللي انا شايفها هتبقى اكتر ميزه هتاثر على استخدام الناس للساعه هو الايماءات الجديده اللي ابل قدمتها في المؤتمر. الايماءه دي ببساطه انت مش محتاج تلمس الساعه، زي ما انتم شايفين انا لابس الساعه في ايدي، فانا لو عملت بصباعي كده اهو مثلا خبطه او خبطتين، الساعه هتبدا تستجيب لامر معين انت بتكون مبرمجه مسبقا، او بتبقى الاستجابه بناء على الحاجه اللي بتظهر او بتحصل على الساعه. يعني مثلا لو انت جايلك مكالمه ممكن ترد من الساعه، فبدل ما تلمس الشاشه بتاعت الساعه انت بصبعك هتضرب ضربه او ضربتين هتلاقي الساعه فتحت المكالمه. ونفس الكلام لو انت عاوز توقف المكالمه، نفس الكلام لو انت عاوز تشغل المزيكا او توقفها. فالميزه دي هتبقى ميزه مهمه جدا، خصوصا الناس اللي بيشتغلوا بايدهم كتير ومش عاوزين يلمسوا الساعه، او ايده مثلا موسخه مش عاوز يلمس الساعه، فانت مجرد ما بتعمل تاب بصوابعك بتقدر تاخد اكشن على الساعه فعلا من غير ما تلمسها. فالميزه دي صراحه ميزه محترمه جدا. وبما اننا بنغطي مؤتمر لابل، فاكيد ابل اتكلمت عن فكره المحافظه على البيئه، وقالت انها بحلول 2030 الشركه هتبقى مش بتعمل منتجات ليها تاثير سلبي على محتوى الكربون اللي موجود في الغلاف الجوي، او بمعنى اصح التاثير الكربوني المنتجات بتاعتها هيبقى اقل او هيبقى زيرو بحلول 2030. ولكن اول واهم خطوه في التحول اللي بيحصل ده هو ان الابل ووتش سيريس 9 الجديده دي اول منتج من ابل ملهوش انبعاثات كربونيه تماما، فدي نقطه حبيت اذكرها. المهم بقى خلينا نخش على الابل ووتش الالترا 2. وخلينا اكون صريح معاك، التحديثات اللي حصلت على الساعه دي قليله جدا. هي جت بالشيب الجديده الاس 9، وكمان حصل فيها تحديث شويه في الماكسيمم برايتنس بتاع الشاشه او السطوع الاقصى، بقى يوصل لحد 3000 نت، وده رقم يعني خرافي. يعني لو انت واقف في الشمس مباشره هتبقى شايف الشاشه بتاعت الساعه. وكمان الساعه جت بواتش فيس جديد ممكن تحدده عليها، وكمان الساعه جايه بنفس عمر البطاريه بتاع الاصدار الاولاني من الابل الترا. وكمان الميزتين اللي كنت اتكلمت عليهم في الابل ووتش سيريس 9 موجودين كمان مع الابل ووتش الالترا 2. الميزه الاولى هي ميزه الاون ووتش سيري، اللي هو انت بتعالج الاوامر بتاعه سيري على الساعه نفسها، فدي موجوده مع الالترا 2. وكمان الميزه الثانيه بتاعه التاب بالصوابع دي موجوده برده مع الابل ووتش الالترا 2. كده احنا خلصنا الساعتين الجداد اللي ابل اعلنت عنهم. خلينا بقى نتكلم عن الموبايلات الجديده وسلسله الايفون 15. اول واهم حاجه وكانت التسريبات كلها تتكلم عليها هو ان الايفونات الجديده بقت كلها جايه باليو اس بي تايب سي، ولكن في تريكايه كده هتكلم عليها مع الايفون ال 15 البرو، ولكن لسه هنتكلم عليه كمان شويه. خلينا نتكلم الاول عن الايفون 15 والايفون 15 بلس. الاجهزه حصل فيها تحديث مهم جدا، وهو ان بقى فيها ميزه الدايناميك ايلاند اللي كانت نزلت مع سلسله ال 14 برو السنه اللي فاتت لاول مره. دلوقتي الميزه دي بقت موجوده في كل سلسله الايفون 15. حصل تحديث كمان على الشاشه، وانها بقت بتدعم سطوع لحد 1600 نت، وسطوع بحد اقصى 2000 نت في ظروف الاضاءه القويه. واحجام الشاشه نفس احجام السنه اللي فاتت، ال 6.1 بوصه للايفون 15 العادي، و6.7 بوصه للايفون 15 بلس. ولكن لو انت مستني ميزه البروموشن او ال 120 هرتز اللي مع اصدارات سلسله البرو، فللاسف لسه الميزه دي ما نزلتش للايفون 15 وال 15 بلس العادي. فالشاشه هنا لا تزال 60 هرتز، ودي ممكن تخلي ناس كتير تفضل سلسله البرو عن سلسله الايفون 15 العاديه. في تغير كمان حصل على مستوى التصميم، وهو ان الجهاز بقت الكيرفات بتاعته واخده كيرف بسيط، مش الزوايا الحاده قوي بتاعه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. فالايفون هنا دلوقتي بقى الحواف بتاعته واخده كيرف، فهتخلي مسكته في الايد يعني اسلس وانعم شويه. تحديث كمان حصل على الكاميرا بتاعه سلسله الايفون 15 وال 15 بلس،
بلس، وهو ان الكاميرا دلوقتي بقت 48 ميجا بكسل بدل ال 12 ميجا بكسل. والسنسور اللي موجود في الايفون 15 والايفون 15 بلس العادي هو نفس السنسور اللي موجود في سلسله الايفون 14 برو بتاعه السنه اللي فاتت اللي انا بستخدمه ده. فده يعتبر ابجريد كويس جدا على سلسله الايفون 15 وال15 بلس. قبل ما اتكلمتش كتير عن تفاصيل الكاميرا، ولكن في ميزه قبل اتكلمت عليها، هو ان الكاميرا ال 48 ميجا بكسل دي بتعمل بكسل بيننج لكل 4 بكسلات، ففي النهايه الصوره النهائيه بتبقى طالعه 12 ميجا بكسل. ولكن مع السلسله الجديده للايفون الموبايل بيقدر ياخد صوره 48 وصوره 12 وبيدمجهم بشكل او باخر، فبيخلي الصوره اللي طالعه في النهايه صوره بدقه 24 ميجا بكسل بدل 12 ميجا بكسل، فده بيخلي الدقه بتاعه التفاصيل اللي في الصوره اعلى شويه. والكاميرا الترا وايد اللي موجوده في الجهاز ما اتكلموش عليها كتير، فبالتالي هنستنتج ان ما حصلش عليها تحديثات كفايه تخليهم يتكلموا عليها. ولكن الشيء اللي حصل عليه تحديث مهم هو المعالج اللي موجود في الاجهزه الجديده، وهو الابل الاي 16 بايونيك، وده المعالج اللي موجود في سلسله البرو من الايفون 14، فده يعتبر ابجريد كويس لهذه السلسله. وعلى ذكر اليو اس بي التايب سي اللي بقى موجود في كل سلسله الايفون 15، اليو اس بي تايب سي اللي موجود في الايفون 15 و15 بلس ما تكلموش عن السرعه بتاعته، ففي الاغلب لو انت بتنقل داتا للاجهزه دي السرعه هتبقى مش عاليه. ولكن برضو قبل اتكلمت عن نقطه كمان بخصوص موضوع تايب سي ده، هم انهم هينزلوا اصدار من السماعه السلكيه بتاعتهم تبقى تايب سي، وكمان هينزلوا اصدار جديد من الابل ايربودز برو، الاصدار الجديد الاصدار الثاني هينزلوا منها نسخه باليو اس بي تايب سي بدل اللايتنينج اللي كانوا اعلنوا عنها من فتره صغيره. فده يعتبر تحديث مهم جدا، او معنى كده ان انت كل اجهزه ابل دلوقتي هتبقى تايب سي، الماكات تايب سي، الايباد تايب سي، الايفون تايب سي، وحتى الايربودز دلوقتي هتبقى تايب سي. واعتقد ان هم يعني في وقت قريب لو اعلنوا عن اصدار جديد من الايربودز ماكس فهتبقى اكيد جايه باليو اس بي تايب سي. نخش بقى على الاسعار. الايفون 15 سعره بيبدا من $799، والايفون 15 بلس زياده $100 عنه سعره يبدا من $899. احنا كده خلصنا كل حاجه عن الايفون 15 وال15 بلس. خلينا بقى نتكلم عن ال15 برو وال15 برو ماكس، وهنا في فرق ما بين الجهازين دول في الكاميرات هقول لكم عليه بالتفصيل. ولكن في الاول خلينا اقول لكم على التحديثات اللي حصلت في سلسله ال15 برو الجديده. اول حاجه هو ان الفريم بتاع الاجهزه ما بقاش مصنوع من الستانلس، بقى مصنوع من معدن اقوى بكتير وهو التيتانيوم، وده بيخلي الاجهزه اخف وفي نفس الوقت اقوى بكتير من الاجهزه الستانلس، ودي حاجه هنكتشفها مع الوقت. برضو الجهاز هنا من حيث التصميم بقى واخد الكيرفات الدائريه شويه زي الايفون 15 و15 بلس، فهتبقى مسكته في الايد اريح من سلسله الايفون 14. كمان الحواف الجانبيه بتاعت الشاشه واللي كانت بتضايقني شويه مع الايفون 15 برو بتاعي، الجهاز ده الحواف بتاعته كبيره شويه، فدلوقتي ابل مع سلسله ال15 برو وال15 برو ماكس الحواف بتاعت الشاشه بقت اقل بكتير. تحديث كمان مهم حصل على الاجهزه هو ان السايلنت بوتون او الزرار اللي بيعمل موبايل سايلنت على الجنب ده اللي انت بتوديه يمين وشمال، الزرار ده ما بقاش بنفس الميكانيزم، بقى زرار بيتداس عليه عادي وبيديك هابتك فيدباك، ولكن الزرار ده دلوقتي بقى اسمه اكشن بوتون، وبتقدر تحدده يعمل الاختصارات اللي انت عاوزها. ممكن تخليه ريكورد مثلا صوت، ممكن تخليه يحول لك الموبايل لصامت او مش صامت، ممكن تعمل له كاستمايز وتخليه يعمل الوظيفه اللي انت عاوزها. فدي تعتبر ميزه حلوه، ولكن برضو انا هبقى مفتقد الكليكي بتاعه الزرار القديم ان انت توديه فوق وتحت بالتكه القويه قوي بتاعته. فان شاء الله هجيب الايفون 15 برو واشوف هل الزرار الجديد ده هيديك نفس الفيدباك بتاع الزرار القديم ولا لا. لسه مش عارف ابل ممكن تعمل ايه في الموضوع ده، ولكن ده مش هينسينا ان ابل كمان عملت ابجريد على المواصفات الداخليه بتاعه الجهاز، والمعالج اللي موجود فيه او الاس او سي اللي موجوده فيه بقت الاي 17 برو الجديده بتاعه ابل. المعالج ده فيه نواتين للاداء القوي واربع انويه تانيين للاداء الخفيف او الاستخدام اليومي العادي، وكمان النيورال انجن بقى فيه 16 كور فبيقدر يعمل عمليات اكتر في نفس الوقت. وكمان ابل ضافت في المعالج الجديد بروريز كودك عشان يخلي الجهاز يتعامل مع فيديوهات البروريز اللي بتصورها ابل بشكل اسلس بكتير. نيجي بقى لحاجه مهمه في المعالج ده، وهو ان فيه يو اس بي كنترولر، ده بيخلي اليو اس بي تايب سي اللي موجود في سلسله الايفون 15 الجديده بيخليه يدعم سرعه نقل بيانات لحد 10 جيجا بت في الثانيه، ودي حاجه الناس اللي كانت بتستخدم الايفونات بتاعتها في التصوير لما تيجي تنقل الفيديوهات الكبيره ال 4K اللي بيعملها الايفون على جهاز الكمبيوتر عندها، دايما سرعه اللايتنينج بورت القديم اللي موجود في الايفونات كان بتبقى بطيئه جدا، وعشان تنقل الفيديو بتحتاج وقت كبير، او في الاغلب بتحتاج تستخدم الاير دروب عشان بينقل اسرع من الوصله السلكيه. ولكن مع الابجريد ده مع اليو اس بي تايب سي مع 10 جيجا بت فانت تقدر تنقل الداتا من والى الايفون بشكل سريع جدا. واخيرا الجي بي يو او معالج الرسوميات اللي موجود في المعالج ده دلوقتي بقى اداؤه احسن 20% من المعالج اللي موجود في جهاز السنه اللي فاتت، وكمان بقى بيدعم ميزه الري تريسنج على مستوى الهاردوير، فده كده نقدر نقول ان هو اول موبايل في العالم بيدعم ميزه الري تريسنج اللي بتخلي تجربه الجهاز في الالعاب وانعكاسات الاضاءه على الاسطح المختلفه افضل بكتير وواقعيه اكتر، فبالتالي بتخلي تجربه اللعبه بالنسبه لك احلى وتحس ان انت فعلا جوه اللعبه نفسها. كل ده
اتكلمت عليه ده ينطبق على الايفون 15 برو والايفون 15 برو ماكس. ودلوقتي هتكلم عن الكاميرات، وفي كاميرتين هم في الجهازين، ولكن في كاميرا ثالثه بتختلف من جهاز للتاني، وده الفرق اللي ما بين الجهازين. الكاميرا الاساسيه في كلا الجهازين جايه بنفس الدقه ال 48 ميجا بكسل، ولكن السنسور هنا سنسور مختلف، وكمان الحجم بتاعه اكبر عن سنسور اللي كان موجود في الايفون 14 برو بتاع السنه اللي فاتت. وكمان الميزه اللي اتكلمت عليها مع الايفون 15 العادي والايفون 15 بلس اللي هو السنسور يقدر يطلع لك صور 24 ميجا بكسل، دي برده موجوده مع البرو طبعا. وكمان حصل تحديثات على وضع البورتريه وكمان وضع النايت مود او الوضع الليلي، بقى يطلعوا صور احسن من اصدارات السنه اللي فاتت. كمان الكاميرا الالترا وايد حصل فيها تحديثات طفيفه ما بين الاصدار بتاع السنه دي واصدار السنه اللي فاتت، ولكن ابل بتقول ان ادائها بقى احسن دلوقتي وتقدر تطلع صور احسن في الاضاءه الضعيفه. نيجي بقى للكاميرا المختلفه ما بين الجهازين، وهي الكاميرا التليفوتو. الايفون 15 برو الصغير جاي بكاميرا 3 اكس اوبتيكال زوم، انما الايفون ال 15 برو ماكس جاي بكاميرا 5 اكس اوبتيكال زوم، فالكاميرا هنا مختلفه ما بين الجهازين. ده بيخلي النسخه البرو ماكس بتديك اختيارات اكبر للفوكال لينس المختلفه اللي انت ممكن تستخدمها، فبالتالي تديك مرونه اكتر ان انت تاخد الصوره اللي انت عاوزها من غير ما تضحي في الريزوليوشن او الدقه بتاعت الصوره. بمعنى اصح السنه دي اللي محتاج تجربه كاميرا احسن هيضطر ان هو يروح اسفا للبرو ماكس اللي حجمه اكبر علشان ياخد كامل الامكانيات القويه بتاعت كاميرات سلسله ال 15 برو. ولكن النسخه البرو العاديه مش الماكس هتبقى لا تزال الكاميرا 3 اكس اللي موجوده فيها كاميرا محترمه جدا، ولكن برضو في مميزات اضافيه لا تزال موجوده مع النسخه ال 15 برو ماكس. ميزه كمان بخصوص موضوع تصوير الفيديو على سلسله الايفون 15 البرو والبرو ماكس الجديده، هو ان الجهاز بما ان بقى فيه يو اس بي تايب سي وبقى بيدعم سرعه نقل سريعه، فدلوقتي تقدر تسجل فيديو مش على الجهاز، تقدر تسجل الفيديو اكسترنال على هارد درايف بره الجهاز. فده هيخلي الموضوع مرن اكتر للناس اللي معاها جهاز مساحته صغيره انها تسجل على هارد ديسك خارجي علشان توفر المساحه اللي موجوده في الايفون. وده هيسهل عليك بعد كده في مونتاج الفيديو ده، بدل ما لسه هتنقله من الايفون لهارد خارجي او للكمبيوتر اللي هتعمل مونتاج عليه، فاوريدي الفيديو بتسجل على هارد خارجي هتستخدمه على طول عشان تعمل مونتاج. فالميزه دي صراحه ميزه محترمه جدا، وموجوده في بعض الكاميرات البروفيشنال اللي بتستخدم في تصوير السينما انها تسجل على هارد ديسك خارجي، فدي ميزه كويسه انها موجوده في سلسله الايفون 15 برو الجديده. نيجي بقى للاسعار، وانا شخصيا كنت متوقع ان الاسعار هتبقى اعلى من السنه اللي فاتت، وده حصل وما حصلش في نفس الوقت. خليني اقول لك ازاي. الايفون 15 برو العادي اللي هو الصغير مش الماكس، الايفون ده سعره يبدا من $999 للنسخه ال 128 جيجا، والنسخه البرو ماكس دايما بتبقى اغلى $100 عن النسخه البرو العاديه، ولكن المره دي النسخه دي اغلى $200 بقى سعرها $1199. ولكن برضو الجهاز ده الذاكره الداخليه اللي فيه ما بقتش تبدا من 128، بقت تبدا من 256، فبالتالي سعر النسخه ال 256 من ال 15 برو ماكس هو نفس سعر النسخه ال 256 من ال 14 برو ماكس اللي كان نزل السنه اللي فاتت. فتقدر تقول ان الجهاز غلي وما غليش في نفس الوقت على حسب انت كنت هتشتري انهي نسخه، ال 128 ولا ال 256. والاجهزه ان شاء الله هتكون متوفره بدايه من يوم 22 سبتمبر الشهر ده. فدي كانت كل حاجه عن مؤتمر ابل. عايزك تقول لي في التعليقات ايه اكتر حاجه عجبتك وشدت انتباهك وشايف انها فعلا هتفرق مع الناس في الحاجات الجديده اللي اعلنت عنها ابل. انا شخصيا شايف ان الابل ووتش الجديده السيريس 9 بالميزه بتاعه الصوابع دي، ان انت تتاب بصباعك، دي ميزه مهمه جدا هتفرق في تجربه استخدام الناس. وبالنسبه للايفون فاعتقد ميزه الدايناميك ايلاند على الايفون 15 و15 بلس دي تعتبر ابجريد مهم جدا. ده غير طبعا الابجريد الاهم على الاطلاق في سلسله الايفون 15 السنه دي هو ان الاجهزه كلها بقت بتيجي باليو اس بي التايب سي. فقول لي في التعليقات انت انهي ابجريد منهم حاسس ان هو هيفرق فعلا مع الناس في المستقبل. وبس كده، دي كانت كل حاجه ابل اعلنت عنها في المؤتمر السنه دي. فلايك وكومنت وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.